أيمن يونس بيحاول يوقع بعض العقوبات على شيكابالا الغائب، ولكن حلمي طولان بيقول ده واخد إذن. الحقيقة إن شيكابالا مش واخد إذن، أكيد كابتن حلمي طولان بيحميه مش عارف ليه. وده شيكابالا في فرح يوم الأربع اللي فات من 4 أيام، يعني شيكابالا بيخرج، شيكابالا بيروح فرح عادي جدا مفيش أي مشكلة. كابتن حلمي طولان بيقول إن هو يعني عيان عنده برد. طبيعي جدا شيكابالا هيروح فرح وبالليل والدنيا تلج بالليل، غير التمرين بيبقى الساعة 1 ولا 2 الظهر. يعني طبعا شيكابالا ربنا يعني يشفيه من اي مرض وما يكونش عنده اي مرض ولا برد ولا اي حاجه، ولكن شيكابالا غير متواجد بسبب ان هو عايز فلوسه، وفعلا بعت جواب رسمي لمجلس اداره نادي الزمالك انه عايز فلوسه، ونادي الزمالك رد بجواب لاتحاد الكره المصري انه غايب بقاله اسبوع. وكابتن حلمي طولان ده غايب باذن. حد يفهم حاجه؟ طب ازاي نادي الزمالك يبعت جواب لاتحاد الكره بيشتكي فيه شيكابالا انه غايب، وفي نفس الوقت حلمي طولان بيقول ده واخد اذن، وفي نفس الوقت ايمن يونس عايز يعمل عليه عقاب، وفي نفس الوقت شيكابالا بيبعت جواب، وفي نفس الوقت احمد مرتضى منصور بيقول ان هو قعد مع شيكابالا وان شيكابالا هيرجع بكره التدريبات. بكل حقانيه شيكابالا عنده حق، يعني شيكابالا راجل خد في السنتين اللي فاتوا دول 100,000 جنيه باين. ممكن يكون بياخد من ممدوح عباس فلوس دي بره العقد، دي قصه ثانيه. ولكن شيكابالا كان صابر بقاله 2 سنين، وصابر ما بياخدش فلوس ومش فارقه معاه، خصوصا ان هو سافر الوصل الاماراتي وخد فلوس كويسه في الوصل الاماراتي اكيد يعني، ورجع من الوصل الاماراتي. ممدوح عباس رجعه، كان فيرا رافض لرجوعه، فيرا هو اللي مشي وشيكابالا بقى. شيكابالا بعد ما ممدوح عباس مشي ابتدى يتكلم على فلوسه، فالناس ربطت بين علاقة ممدوح عباس ودلعه وحبه الشديد لشيكابالا وما بين ان شيكابالا لم يطالب بفلوسه الا بعد رحيل ممدوح عباس.